جددت دولة قطر بنيويورك دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياها مبادرة بناءة وأساسا موضوعيا لأي حل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأعرب مندوب قطر جاسم الثاني أمس أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من قبل الطرفين ضمن إطار الأمم المتحدة وفي إطار العملية المنجزة تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. السيدة الرئيسة، أود أن أتطرق إلى قضية الصحراء المغربية، حيث نعيد تأكيد موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والمفاوضات والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها قرار 2654، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. كما لا يفوتنا في هذا السياق أن نرحب بالجهود التي يقوم بها السيد ستيفان دي مستورة المبعوث الشخصي للأمين العام. تجدد دولة قطر ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، التي نرى أنها مبادرة بناءة وتمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. هذا وقالت إغريسيلدا لوبيز الممثلة الدائمة لسلفادور بالأمم المتحدة، قالت إن سلفادور تدعم جهود المملكة المغربية لإيجاد حل لقضية الصحراء، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن بأنها ذات مصداقية من عام 2007 تمثل حلقة أساسية ضمن الجهود المبذولة. السيدة الرئيسة، فيما يخص قضية الصحراء فإن سلفادور تثمن مجهودات المبعوث الشخصي ستيفان دي مستورة لتسهيل المسار السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وهو ما يتضمن زيارته الأخيرة في شتنبر الماضي ضمن سياق التحضيرات للاجتماع المقبل لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المتوقع نهاية هذا الشهر، إضافة إلى أن سلفادور تدعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي واقعي براغماتي ودائم لهذه القضية. فمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن حلا ذا مصداقية في قراراته منذ 2007 تمثل بالنسبة لنا حلقة أساسية لهذه الجهود. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن تفعيل نظام اليقظة الصحية لمواجهة أي احتمال لتسرب حشرة بق الفراش إلى التراب الوطني. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها وتفاعلا مع خبر انتشار حشرة بق الفراش في إحدى الدول الأوروبية، ومن أجل ضمان عدم دخولها إلى التراب الوطني عبر البوابات الحدودية للمملكة، باشرت بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود، باشرت عملية تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي تحسبا لأي تسلل وانتشار لهذه الحشرة. وفي هذا الصدد تخبر الوزارة أنه على إثر إنذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا يوم 2 أكتوبر الجاري بعد الاشتباه في وجود بق الفراش في مقصورة الطاقم، قامت مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت بتفعيل الإجراءات التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات، حيث دأبت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولتها والأماكن العامة على متنها. وقد بيّنت نتيجة التفتيش عدم وجود أي حشرة على متن السفينة بما في ذلك بق الفراش. انطلقت بالمنطقة الصناعية ميد بارك بالدار البيضاء فعاليات النسخة السابعة من ملتقى ايروسبيس المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومجموعة الصناعات المغربية للطيران. لقاء يشكل حدثا مهما في جدول أعمال كبار فاعلي صناعات الطيران والفضاء، ويمتد إلى غاية 5 من شهر أكتوبر الجاري، ويساهم
الحدث في الترويج لصناعة الطيران لدى المستثمرين ورواد القطاع، ويجتمع فيه مختلف الفاعلين في المجال من الشركات الطيران ومصنعي المعدات والموردين. وتشكل هذه التظاهرة العالمية فرصة لاستكشاف إمكانيات التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين مصنعي الطائرات المغاربة والأجانب. شدد محمد عروشي سفير الممثل دائم للمغرب لدى الاتحاد الافريقي على ضروره التنسيق والتضامن بين دول الاتحاد الافريقي وعدم الانقياد وراء المصالح الخاصه وعدم تاسيس الاجنده القاريه للتنميه الافريقيه. واضاف عروشي في ختام الخلوه الوزاريه حول اجنده 2063 للاتحاد الافريقي المنعقده بكيغالي، اشاد بالدور المحوري للمنظمه الافريقيه ومختلف هيئاتها في تنفيذ ومواكبه وتقييم تنفيذ الأجندة القارية للتنمية الإفريقية. وأكد الدبلوماسية المغربية أنه في سياق القاري الحالي الذي يتسم بتحديات غير مسبوقة، فإن الاتحاد الإفريقي مطالب بتسريع تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية التي تستهدف تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية. اختتمت بمدينة كيغالي الرواندية إشغال الخلوة الوزارية الإفريقية حول أجندة 2063، وتهدف هذه الخلوة إلى إجراء مناقشات وطلب توجيهات استراتيجية بشأن نتائج المشروع الخاص بأجندة 2063 المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى وإعداد الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، وكذا حول تصنيف المشاريع الرئيسية والقضايا المتعلقة بالتمويل. وفي هذا السياق قال خالد شياط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، قال إن أجندة 2063 تنسجم مع الحاجيات الإفريقية وتحدياتها. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الأربعاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية وبالسهول الشمالية والوسطى، وكما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، وسحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية ستهم السهول الشمالية والوسطى وسواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال المنطقة الشرقية. وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس، فيما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، مع تناثر غبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 28 درجة بالمناطق الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.